بالنسبه لتسريب لول الخاص بوضعيه قوات كلا البلدين في الأراضي سواء في الاراضي التونسيه او في الاراضي الامريكيه. الاتفاقيه هذه تم بنود خطيره، اولها انه معناها تسهيلات تامه لتواجد ولتحرك قوات اجنبيه على الاراضي التونسيه معناها. هذه النقطه الاولى. ما سماش تفتيش، ما سماش مراقبه، ما سماش مساءله. الجيش الامريكي عنده الحق انه يجيب ايش يحب سواء من معدات او افراد بعيدا عن رقابه ولا مساءله ولا حتى اعلام السلطات التونسيه. حتى بدون اعلام السلطات التونسيه هكا معنا. نعم؟ حتى بدون اعلام للسلطات التونسيه. مجرد اعلام وكهو. اما شنو المعدات ولا شنو مهام الناس هذه ولا سماها ولا ما فماش. به واي شنو اخر؟ والحاجه الثانيه هي انه القوات الاجنبيه اللي مش تتواجد في الاراضي التونسيه، وهي نحن نحكيو على القوات الامريكيه فوق المساله. يعني اذا كان وقع حادث سواء المعدات والا حتى توصل لمقتل الافراد. شنو نقصد مقتل الافراد؟ يعني بمقتل مدنيين تونسيين؟ مدنيين ولا عسكريين تونسيين، سواء اثناء تدريبات مشتركه ولا اثناء مهمه ولا كذا. ما عندناش الحق ان نتبعوهم قضائيا، نحاسبوا ولا نعديوهم مع القضاء التونسي. فقط تعويضات وتحددها زاد السلطات الامريكيه وفق ما تراه هي مناسبه. هكا يعني. اي